قبل شهرين في رجل في وظيفة عندنا هنا في جدة، في وظيفة مرتبة عالية، أعطاه الله فلوس، أعطاه الله مكانة، أعطاه الله كل شيء يتمناه. هذا الرجل أخذ الفلوس هذه وبدأ يعصبها من؟ يعصبها الله. راح حفلة الشاليهات، بنات، سكار، رقص، غنى، قاعد يرقص كل شوية يمسك الكاس ويسكر، والبنات حواليه والأغاني شغالة. شوية يوم طاح عليهم في وسط الحفلة ويموت سكران والعياذ بالله. قول الحمد لله انك هنا. الحمد لله. اي والله قول الحمد لله. يا شيخ خالد، ايش تقول لشاب ما صلى العشاء الى الان؟ قبل ان اجيبك تسمح لي. تفضل. اهل الجنة يتساءلون، اهل الجنة يتساءلون، يسأل بعضهم بعض: اللهم لا تحرمنا الجنة ونحن نسأل. قولوا امين. امين. تخيلوا، تأملوا المشهد يا جماعة، والقرآن يجيب. تخيل انهم في الجنة، نسأل الله من فضله، ويسألون بعض. الله أكبر. يقول الله جل جلاله، اسمع القرآن. لو تجي هنا شيخ. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وش اللي دخلكم النار؟ أول سبب قالوا لم نك من المصلين، قالوا لم نك من المصلين. ألا يكفيك القرآن يجيب؟ طيب تعال، الناس كلهم في هم، في قلق، في توتر، في شقاء، إلا المصلين. ولهذا وش يقول الله جل جلاله؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مستحيل يترك الصلاة، هو يحترم مواعيده مع الله، ويعرف ان مواعيده في اليوم والليلة كم؟ 5. لازم تحترم مواعيدك مع الله جل جلاله. والله لو سألناك وبنسألك وشو نعيد هذا السؤال، اللي يحب الله يرفع يده. طيب ارفع يدك وبيض الله وجهك، وسؤالي ليس تهمة لك، لكن اللي يحب الله يحترم مواعيده مع الله 5. قال العلماء: من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر. حبيبي الغالي، تأمل مشهد. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان في المنام، قال فابتعثاني، قال فانطلقت معهما فإذا برجلين أحدهما مضطجع والآخر واقف عند رأسه بصخرة. تخيل المشهد، واحد مضطجع من سدع على ظهره، والثاني واقف فوق رأسه بصخرة. هذا الرجل واقف يأخذ هذه الصخرة ثم يرفعها فوق رأسه ثم يرفغ ويرمي بها رأس هذا الرجل المضطجع، فينفلق رأسه
فرقتين، فيتدحرج الحجر فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثانية، فينفلق رأسه فرقتين، فيتدحرج الحجر فيأذن الله لهذا الرأس فيعيد كما خلق ثم يعطيه الضربة الثالثة فينفلق رأسه فرقتين، فيتدحرج الحجر فيأذن الله لهذا الرأس يا شباب ثم يعيده كما خلق. والله أنا مشهد يخوف. تخيل لا قدر الله واحد يأتيك فوق رأسك وأنت حي أو نائم ثم يرفع رأسك بلكة ولا ببلاطة ولا بصخرة. النبي صلى الله عليه وسلم خاف فزع، قال ما هذا يا جبريل؟ قال انطلق، يعني بعلمك بعد شوية. قال ما هذا يا جبريل؟ وش السبب؟ اسمعون أخوك السبب، هذا السبب اكتبه في قلبك، ذكر بنفسك. إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ترى يناديك أنت، لا تلتفت لا يمنى ولا يسرى، تعال أنت على موعد مع الله. يا أخي احترم مواعيدك مع الله يا أخي. أصبح آخر شيء تفكر فيه هو الله. اسمع السبب وش هو؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن. يعني والله أنه يصلي، لكن يصلي الفجر مع الدوام، يصلي العصر بعد المغرب، يعني ما يحترم مواعيده مع الله. هذا رجل ينام عن الصلاة المكتوبة، فكيف برجل لا يصلي؟ ولهذا يا جماعة الذي لا يصلي ليس له قيمة حتى عند موته. الذي لا يحترم مواعيده مع الله في الدنيا أصلا ما حد بيعطيه وجه، أصلا ما حد بيحتفي به، أصلا ما حد يغسله ولا يكفنه، لأن المؤمن له قيمة حتى بعد موته. من مات وهو لا يصلي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أصلا ليس له قيمة مع الله. أصلا مواعيده مع الله في الدنيا كان آخر شيء يفكر فيه هو الله جل جلاله. فأهمس في أذنك حبيب الغالي وأقبل رأسك قبل أن أهمس وأقول أسألك بالله في الصلاة حتى تسعد وتأنس. أنت تعرف أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إيش معناه وأنا أخوك؟ معناها تأتي الهموم والغموم والأحزان والآلام والكربات، تأتي بجميع أوراقك وملفات الهموم والأحزان اللي مرت عليك في حياتك، ثم وأنت ساجد تعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فتسمع الله صوتك وتطول في سجودك وتعترف بذنبك بين يدي الله، فإذا بالله جل جلاله يفرح بك وأنت تعرف أين تذهب، أنت تعرف من تناجي، أنت تعرف من تسأل. أقسم بالله يا رؤيتك في الصف الأول إنها عندنا تسوى الدنيا كلها. رؤيتك في الصف الأول إنها تسوى شهادات الدنيا كلها. تقول لي أنا متخرج من الثانوية ما عندي شهادة، أعظم شهادة صف الأول. قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. أعطيك بشائر زيادة ترغبك في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم. روحوا قلوبكم ساعة وساعة ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة ولتملأوا دروبكم سعادة وطاعة. روحوا قلوبكم ساعة وساعة